حبايب، كيفكن؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم كثير ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم حبايب قلبي رح نقضي يوم كامل لون الازرق. تخيلوا يوم كامل حبايب قلبي. اذا انتم اول مره على القناه ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه وتتابعوني على الانستا. وخلينا نبلش بفيديو الحماس. فيديو اليوم مثل ما انتم شايفين انا لابسه من قبل لون ازرق، خطوط بيضة، بس ما لقيت شيء ثاني عندي لون كامل ازرق. وكمان لابسه بنطلون لونه ازرق. يا جماعة ما عندي ولا اكسسوار لونه ازرق، حتى مكياج ما عندي لون ازرق. حطيت الميك اب وما عندي اي شيء ازرق. يمكن بعدين نروح نشتري سوا هيك اي لاينر ازرق او هيك شيء. يا حذركم شو هلا نبلش بالفطور. خلينا نتجه للمطبخ لنشوف شو حنخترع، شو حناكل شيء يكون لونه ازرق. ليتس جو. فشو رح نعمل؟ عندي خيارين عم فكر فيهم، يا اما اسوي بانكيك وحط له ملون طعام لونه ازرق، او اقلي بيض ولونه يكون ازرق. شو اختار؟ رح نشوف سوا شو رح اختار. يا جماعه قررت سوي بيض مقلي. وطبعا حبايب عندي بالبيت ملون الطعام اللون الازرق يلي بينفع لحالتي لحالة اليوم. كتير متحمسة بصراحة. انا عاملة فيديو من زمان يوم كامل باللون الاسود، بالزمان كتير يعني، واللون الازرق ولا مرة عاملته، فمتحمسة لهيك نوع من الفيديوهات. شوف اللون. بس ليش حسيت لونه صار اخضر؟ هلا عرفت ليش لونه صار اخضر، لانه الاصفر والازرق لما الواحد بيدمجه بيصير اخضر. لا شو اعمل هلا انا؟ عندي هاللون يلي هو التركوازي، يمكن اذا ضفت له يتغير. انا بصراحه ما بعرف، يعني نعمه يا ربي دخيلك، بس انه انا كثير يعني او ماي جاد انا متحمسه اشوف رده فعل ليام كمان لما يشوف اكل بهاللون. والله حاولت بكل الطرق والبيض طلع هيك كأنه بعده لونه اخضر. شايفين يا جماعة؟ يا الله انه هيك دغري هيك ما خطر ببالي البيض لانه لونه اصفر، بس اكيد ما حكبها لانه ناعمة هاي. لهيك انا ما رح كبها وحط هلا لون اعمل شي تاني لانه حرام يعني ناعمة. عندي هاي الوافل تبع الرز، فقررت اعمل مع اختراع. هلا فجأة خطر عبالي انه اعمل هالاختراع ورح شارك معكم. الفكرة اللي خطرت ببالي انه اخذ عسل وحط على الوافل تبع الرز. هلا تذكرت انه البيض كان لونه اصفر وحطينا له الازرق، شو صار باللون؟ انتم بتعرفوا. اذا رح اعمل هيك بالعسل فما حيزبط، لهيك شلت الفكرة من بالي انه ما فيني اعملها. بما انه هلا الصبح بكير وانا بعدني لسه ما شربت شيء وما شربت قهوه وحابه بلش بالتحدي، بس تحدي البد يعني جنني من البدايه. المهم رح اشرب شاي الطاقه. المهم اكيد لونه منه ازرق بس الورقه لونها زرقاء. هالشاي بصحصح، فانا بحاجه لشيء صحصح. لبين ما الاقي حل مع القهوه انا كيف بدي اشربها ولونها يكون لون القهوه زرقاء. المهم هلا مبين هاد لونه ازرق صح ولا انا عم بتخيل؟ اكتبوا لي انتم بالتعليقات اذا ازرق ولا انا عم بتخيل. ما اشوف اللون صار اخضر. القرار هو اللون الازرق صار اخضر، لذلك حبيت رح كمل بالتحدي. انا على فكره هذا هو تحدي، انه الواحد يعيش لون كامل من اليوم الازرق مثلا. على فكره حبايب، بما انه انا كترت الوان صناعيه بقلبها، هي الوان الطعام، لما الواحد بياكلها بيحس فيه طعم غريب. خليني ادوق الشاي. نفس الطعم ما تغير شيء. كمان عم احكي وهي معكم وطبعا مش سامعين صوت ليام لانه ليام نايم، وبعد هلا الصبح بكير كتير. يا جماعه انا فايقه قبل مليون ساعه لحتى اعمل بعض القصص وصور بعض القصص براحتي قبل ما يفيق ليام من غير شاي يعني. شوفوا مين فاق. صباحو يا عمري، صباحو يا قلبي. رشباش سوزي؟ سوزي. كل ما بدي شغل الكاميرا بيتذكر بنت اختي سوزي. هواية ليام الحالية يشغل اضواء ويطفيها. ليام شغل الضوء برا طبعا. ليام حبيبي، هالو ليام.
وشايفين الكتكوت كمان لبسته لون أزرق. البطريق تبعه يعني ما فيه يعيش من دون البطريق تبعه. البطريق تبع ليام أهم مني وأهم من أبوه. حبيبي لسه لازم يصحصح وكذا وحركات. أوه يا عمري. رحت لليام صحنه الأزرق. ما عم بدي شوف أول شي زاخش. شايفين ردة فعله؟ مستغرب. لا هيك رحم هيك. لا قلنا يا جماعة ما حب ياكل بألوان تانية. قلنا ليام صار يكب. لا ليام حبيبي. هاي حبيبي ما رح أغصبك أوكي؟ Ich werde ihn natürlich nicht zwingen. أوكي يا جماعة مثل ما شفتوا حاولت أعمل ليام البيض اللي عملته بلون الطعام، فهو استغرب إنه شو هاد، فما لقى الفكرة حلوة إله يعني ما حبها أو ما تقبلها، لأنه ليام من نوع كتير ما بيتقبل الأكل. اوكي حبايب، وانا هلا رح ساوي معكم سموزي لونه ازرق. من شوي اجت رفيقتي لعندي عم ساوي فيديو كله لونه ازرق مثل ما انتم شايفين. فريز كان بالثلاجه وعندي علبه الحليب كمان لونها زرقاء، وهالشي ممتاز طبعا. رح نشوف شو رح تكون ردة فعل رفيقتي لما رح ساوي لها هالسموزي. رح احط فيها شويه عسل لحتى هيك طعمتها تكون اطيب. نشوف ان شاء الله يطلع اللون معنا ازرق. هلا بلش اللون يصير ازرق. اوكي حبايب، هلا رح اخذ اول واحد لعند رفيقتي وبعدين حجيب الثاني ولنشوف شو ردة فعله. بس اكيد ما حصورها لانه هي ما بتحب التصوير. وشوفوا لي عم يلعب التراب. هاي Prost! Prost! Sehr erfrischend. Ah, freut mich. Danke. Bitte. حبيت الدرينك الأزرق كتير انبسطت. يس. تشيرزيشن. ناستروفيا. ناستروفيا. هاي ناستروفيا بالبولندي. بولندا heißt Polen. بولندا. Hab ich dir mal erzählt, ne? هاي حبايب، واحنا هلا منطلقين. يعني لما كان عم يلعب بالتراب وكذا حملته فتوسخت منه. عرفتوا كيف؟ بنطلون جينز بلون ازرق، حورجيكم بعد شوي. اخذكم معي على ايديكا، ومن ايديكا رح اشتري بعض الاغراض ان شاء الله الاقي شيء ازرق، انه ازرق ازرق. كثير متحمسه يا حبايب. انا هلا وصلت، خلينا نروح سوا على ايديكا. بالي اخذ ورد بس اكيد ما في ورد ازرق يعني. انا حاليا عم حاول ندور على شيء اشربه يكون لونه ازرق، بس ما عم لاقي ولا شيء هون. لسه طبعا انا هلا بالبدايه. هون يا جماعه ما في شيء ازرق. جماعه انا محاول لاقي شاي ازرق، بس شو ممكن لاقي شاي ازرق؟ الشاي البلو بيري فلونه شايفين بصير احمر تقريبا، فانا ما استفدت شيء هيك. اكيد ما في ولا شاي لونه ازرق يا جماعه. خالص عندي الشاي بالبيت. اوكي انا رح احاول، على فكره ما في حل تاني. هون الشاي لونه ازرق، الشاي القريص، لانه انا بحاجته بكل الاحوال لازم اجيبه، بيساعد على تخفيف الوزن. كمان هاي لونه ازرق، هيك لازم اعمل انا هلا، لانه ما عم لاقي ولا شيء ازرق. فراح اختار انه الاكياس، بعض الاكياس او القصص ساويهم لون زرق. شايفين حبايب هاي المشروب باللون الازرق، فانا مبسوطه لقيت شيء ازرق ازرق يا جماعه. لقيت هاي الاوريو، العلبه تبع باللون الازرق. ليام دغري يا تساعدوا ليام. ويا جماعه لقيت هون جبنه لونها زرقاء. ندور شيء للغدا بلون ازرق. اوكي حبايب، انا حاخذ هاي الكرتونه الزرقاء. يس حاخذ هاي للغدا حبايب. وهي رح اخذ هاي البودرة لليام الزرقاء. انا لازمني حفوضات لليام، وهي الحفوضات لونهم خضر وكمان اكبر من قياس ليام. لهيك انا شفت هاي الحفوضات رح نجربهم لاول مرة، لونهم زرق فبيناسب. ووو ليام بيبي. بيبي يا بيبي.
بيبي. يا انا عم دور على سناك من هدول الشطي مطي، بس شايفين قد ايه في كتير، بس ولا في شيء لونه ازرق يا جماعه، ما في شيء ازرق غير هيك مثلا. وكمان لازم انتبه انه اخذ كل شيء عليه مكتوب كاتياس. كاتياس يلي هو فيجان، يلي ما فيه دهون حيوانيه بالمره. لهيك يا جماعه انا هلا عم دور، يعني شايفين عم دور على كل شيء كاتياس. شوف هاي كاتياس، هاي كمان لونه ازرق، او اخذ هاي. فاخذ هاي يا جماعه. في هون شيبسات صح هون لون ازرق، هون لون ازرق، بس عندي قرار تاني انه خليني اخذ شيء صحي، بما انه كمان الكيس ازرق هون. هاي فيها اشياء صحيه. هاي من جديد انا هلا صرت بالبيت، وديت ليام على فرشته لينام، لانه اصلا هو تاخر بوقت نومته. عاده انا باخده على الفرشه بين الساعه 12 12 ونص، واخدته هلا من شوي على الساعة 1:30، وانا صار لازم اتغدى يا جماعة. انا جوعانة، انتو شفتوا شو صار فيني فطوري؟ يعني انا كنت مقررة شيء وصار شيء تاني. المهم انا جوعانة ورح جرب معكم الشيء اللي انا اشتريته لأول مرة. بس كمان حابة اقول لكم ما تدققوا على الضفر اللي هون، لانه طلع هنيك بقدر عادة كان في هيك مكان بيحطوا هيك مكياج وهيك قصص، بس ما لقيت اخذينه، ما بعرف يعني. كنت مقرر من هنيك اجيب مثلا مناكير وايلاينر لونه ازرق، بس للاسف الشديد ما كان فيه. بلوم انه مثل ليام اضطريت ارجع على البيت لانه صار يبكي هنيك، وانا قلت لحالي ما حروح على محل ثاني مشان ليام، عرفتوا شو قصدي؟ فالمهم يعني نحن عم نحاول نعوض باشياء ثانيه. ما عايزه بدي احكي لكم هلا شغله مستحيل تصدقوا. صار لي ساعة عم دور على هاي. تخيلوا انتو يا جماعة، نسيتها بالسيارة. تخيلوا وانا عم دور بكل مكان، كل الدروج، قلت لحالي يمكن ليام لعب فيها وزتها على الارض ورحت لهنيك ورحت مرة على السيارة، طلعت بالسيارة وما لقيتها، رجعت اتطلع، قلت لحالي اخر مرة يا اما رح بطل صور هلا خلاص انتهى الوضع يا ما رح روح هلا اشوف اخر مرة بالسيارة، يمكن يكون بقلل السيارة. شو عم يعمل فيني هاللون اليوم؟ هاللون الازرق عم يعمل فيني افلام يا جماعه، عن جد حطوا لايك. هي جبت حتى الكاسه بلون ازرق، لقيتها عندي بالبيت. طيب خلينا اول شيء نغلي الميه. بتعرفوا شو كنت رح اعمل؟ كنت رح زتها مشان امسكها. يا جماعة قررت ارجع احط له ملون طعام. يس صار لونه ازرق، حبيت اكثر هلا يا جماعة. اوكي حبايب، وانا بلشت هلا اجيب اكلي لهون. امي اللي تحتها كمان لونه ازرق. يس فجبت الجبنة الزرقاء، وهي المشروب الازرق يلي جبتها معكم. بسم الله نبلش ناكل. على فكرة كتير غريب انه الواحد يعيش اليوم كامل بلون واحد، صدقا يعني عن جد. انا مرة عملت فيديو تحدي يوم كامل باللون الاسود، اخر شي بنهاية الفيديو اللون الاسود تعبني بصراحة، اللون الازرق ما عم يتعبني مثل اللون الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان حبايب بتعرفوا شو، عن جد الواحد عن جد يحمد رب العالمين على هالالوان اللي هيك منوع لنا اياها بالحياه، انه ما عم نعيش الحياه كلها بلون واحد. صدقا متخيل البندوره لونها زرقاء، موزه لونها زرقاء، اوكي جواتها هي لونه احمر. انا هي الجبنه كثير بحبها، بس كنت دائما اجيب يلي بتكون ورقتها هون حمراء. اوكي طعمتها مي يا جماعه، وحاطين بس هيك ملون طعام، وبالاضافه لهالشي في نكهه هيك سمبل، نكهه بسيطه جواتها، هيك بتحسوا شيء هيك فريش. طيب حبيت. حبايب كل ما عم باكل اكثر كل ما عم بحس الطعمه مش طيبه. نو يا جماعه، بما انه انا جوعانه رح كمل اكل جبنه. فكرة انا عم بعمل دايت. طبعا لما بسوي هيك فيديوهات ما فيني اعمل دايت، يعني انتم بتشوفوا ما في داعي اشرح لكم، بس انا بعمل دايت يعني.
حبايب هلا بعد الغداء اللي اكلته مثل ما انتم شفتوا ححلي بهاي الاوريو. التعليقات شو ساوي لكم بالفيديو الجاي اي لون، لانه انا كتير متحمسه اعمل لكم هيك سلسله من الفيديوهات. كتير طيب يا جماعه، اطيب شيء اكلته اليوم. هيك حبايب قلبي حارجع اكل وحده جديده، والايام الجايه رح احرم حالي وارجع اعمل دايت. طلع عندي كمان هالسناك كمان. هاي السناكات الصحيه، هي منا صحيه، رح نفتح اللي مش صحيه. حتى شو طيبه، شو طيب، مثل شطي مطي، مثل شطي مطي، مثل المارشميلو تقريبا، هيك طعمه نصه مارشميلو. لازم اسوي لكم فيديو اكلات صحيه. وصلت لنهايه الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا معي ومع ليام قصدي، لانه اليكس بعده بالشغل وحيطول ليرجع من الشغل. حبايب قلبي اكيد ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه اذا بعدكم مش مشتركين، وتتابعوني على انستا، حتلاقوا كل الروابط بصندوق الوصف. بدي اقول لكم شغله، ليش حيخلص الفيديو يا حذركم؟ لانه انا ما بتعشى، قلت الحلو يعني انا خلاص بطني تعبى، ولبين ما يرجع اليكس رح يرجع تقريبا الشيء الساعه 6 المسويات، فلذلك يمكن ما بعرف اذا اكلت هاي المسويات رح صور لكم. حبايب اكتبوا لي بالتعليقات شو اللون اللي حابين اعمل لكم اياه اللون الجاي، واكثر تعليق حبايب قلبي بيجيب لايكات انه حابين اعمل لكم اللون المعين يلي ببالكم، فرح ساوي هالفيديو يلي انتم تقولوا لي عليه، ورح احط مثلا تعليقكم كمان بالفيديو الجاي. قلت لكم انه هالتعليق جاب كثير لايكات فرح اعمل هاللون، كمان رح يطلع بعد شوي تعليقاتكم حلوه. اذا حابين يطلع التعليق تبعكم بالفيديوهات الجاي اكتبوا تعليقاتكم، اكتبوا لي من اي دوله انتم، ورح ننزل لكم تعليقاتكم بقلب الفيديو. انا هلا حابه اقول لكم كثير بحبكم، وبشوفكم بالايام الجايه. باي باي.